يا صباح الخيرات أو مساء البركات على حسب الفيديو ما بيوصلك. خلينا نكمل سلسلة حكاوي المشاعر مع حدوتة مشاعرية جديدة. وحدوتة النهاردة حدوتة مشاعرية تخص الأنثى اللي بتخش في علاقات مؤذية كتير، يعني تخرج من علاقة مؤذية تدخل في علاقة مؤذية، وهنا مش بس علاقات ارتباط، لأ كمان حتى في الحياة. رقم واحد عندها إنها طول الوقت حاسة إن هي ضحية، إن هي كل الناس أذينها، كل الناس خاينينها، كل الناس مبهدلينها. هي طيبة وجميلة وأميرة وهي مش بتعمل حاجة خالص، بس كل الناس جايين عليها. ليه الناس بيعملوا فيا كده؟ دي جملة هتكون الحدوتة المشاعرية دي بتكررها كتير. طب ليه هي بتتعرض للنوع ده من الأذى غير إن كونها عايشة شعور الضحية؟ النوع ده من الأذى للبنات لأن في ملف مفتوح عندها في اللاواعي يخص الأب. الأب غير متواجد عاطفيا، مش معناها إن غير موجود أصلا، لا، ممكن يكون موجود على فكرة، وممكن يكون بيتعامل معاها كويس قوي، بس مش بالطريقة اللي هي عايزاها. مش بتاخد منه الحنان اللي هي مستنياه، مش بتاخد منه ردود الأفعال اللي هي رسمها. مشاعرنا ملهاش علاقة بالواقع، ليها علاقة لخطة احنا بنبقى حاطينها في دماغنا. فاحنا اما ما بنحصلش على الخطة دي بيحصل رد الفعل المشاعري ده، وبيتسجل في اللاواعي، وبالتالي بيمشينا حياتنا كلها كده. فالملف ده بيبقى عندها مفتوح. هي مفتقدة طريقة معينة للحنان والأمان من الأب، ما توفرتش فيه، فبالتالي تفضل طول الوقت بتخش في علاقات مؤذية، بتخش في علاقات مستنزفة، غلها تأذيها. ليه؟ لأن هي بتبقى قايمة بدور المنقذ، المحارب، فرد عضلاتها، وتقول ايه اللي هو فكرة انا هقف مع الشخص لغاية ما هو يقف على رجله، وبالتالي هو هيشيل لي ده جميل. فتفاجأ بالألم خبطها على وشها ان لا، مش هردلك الجميل. هي في الحقيقة مش ضحية، وهي في الحقيقة مش عدم وجود الأب عاطفيا هو اللي تسبب في المشكلة دي. هي في الحقيقة هي شخصية متحكمة لأبعد الحدود، متحكمة ومسيطرة، لأن الخريطة اللي هي رسمها للأمان وللحب هي رسمها بمسطرتها هي، فهي بتنتظر رد فعل بحذافيره. فلما يختل رد الفعل ده بتتسجل عندها خيانة. الخيانة عندها مش خيانة مع طرف ثالث، لا، الخيانة عندها مخالفة الخريطة بتاعتها. فلما تشوفي نفسك موجودة في المنطقة دي اعرفي ان انتي حد متحكم جدا، مش حد ضحية. مش ليه كل الناس بيعملوا فيكي كده، انتي اللي عاملة مع نفسك كده. ولازم الملفات دي تتقفل او تتعالج. عشان تتقفل لازم تتعالج.
لازم تعترفي بيها. فإذا حابة إن انتي تخلصي من الحال ده، يبقى حضرتك تشرفيني في استشارة خاصة، والاستشارات الخاصة كلموني على الخاص أقول لكم إزاي نتواصل. دمتم بخير.